كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في سالف العصر والأوان كان في راجل اسمه جحا. جحا كان راكب حماره فرحان وسعيد الحال، ماشي في السوق وسط الزحام، والناس تبص وتضحك عليه بالكلام. ده يقول حمارك هزيل، وده يقول ده نحيف وحاله حال، والتالت يقول وهو بيستهزئ كمان، ده لو نفخ عليه النسيم يطير في الهوا يا جحا يا سلام. جحا سكت وما نطقش بكلمة، بس ابتسم وقال في سره بهمة: ضحكوا عليا النهاردة، بس بكرة هضحكهم أنا، وهخلي الحمار ده أغلى من جواهر الدنيا. جحا حك دقنه وقال يا سلام، بيضحكوا على حماري قدام الأنام. طب والله لعلمهم درس تمام، يعرفوا إن الضحك على الغريب دايما بيهدم المقام. جحا قال في سره وهو مبتسم بذكاء: اللي يستهزأ النهاردة يندهش بكرة، هخليهم يشوفوا الحمار الغلبان ويبقوا عليه مزايدين كأنه سلطان كمان. رجع جحا البيت وهو بيفكر بمكر وحيلة، وقال في سره بابتسامة خفيفة: النهاردة هو اليوم اللي هوليهم فيه المفاجأة والدهشة. جاب شوية قماش حرير ولفهم حوالين الحمار، وحطله طوق دهب مزيف على رقبته، ولزق له خرزة زرقاء على جبينه، وظبط كل حاجة بعناية وذكاء. وقال وهو بيضحك بخفة: كده بقى الحمار زي السلطان، والناس لما يشوفوه هتندهش من جماله وهبته. نزل جحا السوق والناس اتجمعوا حواليه بفضول ودهشة. الحمار لابس الطوق والخرزة والقماش الملون، وجحا صاح بصوت واضح وجذاب: يا أهل السوق، شوفوا الحمار المبروك، اللي يشتريه النهاردة يكسب خير ويعيش مبسوط. الناس اتفاجئوا وقالوا لبعض: ده حمار ولا كنز؟ ازاي يكون غالي كده؟ جحا ضحك بخفة وقال: صدقوني يا سادة، ده مش حمار عادي، ده فيه روح وفكر ودهاء، وكل اللي يمسكه هيعرف معناه وهيشوف رزق ما شافهوش في حياته. اتلم الناس حوالين جحا في السوق، والحمار متزين بالخرزة والطوق، وجحا ينادي بصوت عالي ويفكرهم بشطارة: يا أهل السوق، الحمار ده مش عادي، ده حمار مبروك وسعيد الحظ، اللي يشتريه النهاردة رزقه يفيد وعيشه يتهنى. الناس اتلخبطت، وكل واحد يقول: يمكن في سر، يمكن في بركة، وابتدوا يزايدوا واحد ورا التاني، لحد ما واحد فيهم صاح وقال: 1000 دينار وأنا أخده. جحا سكت لحظة وبعدين قال بهدوء: مبروك عليك يا سيد الناس، انت كسبت كنز ما يتعوضش. ضحك السوق كله والناس تسقف، ومحدش فاهم مين اللي كسب ومين اللي اتلعب بيه. وجحا ماشي مبسوط، والحمار باعه ب1000 دينار وبيهمس لنفسه وهو بيبتسم بخفة. الناس هي اللي بتعمل القيمة وتخلي الفارغ غالي والواطي عالي، والمظاهر عمرها ما كانت دليل على الحقيقة.